السلام عليكم الخوت، تحية عسكرية للجميع. وكيف العادة الخوت ما تنساوناش البارطاج لايك سبسكرايب، يعني باش نزيدو نكبروا لاشين ان شاء الله. اول حاجه غندوي على واللي فايت دوينا على البارح في اللايف، وهي مديرية التحكيم. يعني خرجت واحد القرار كتأكد عدم صحة احتساب ركلة جزاء للمغرب الفاسي امام الجيش الملكي. هذيك البيلانتي راه ما فيهاش اخوت، وبحال هاد اللقطات هادو ما خصهمش يدوزو مرور الكرام، حيت عيقوا بزاف، وخصوصا حنا في الدورات الاخيره ودورات حاسمه. دونك ما خصناش نسكتوا على هذا الشيء. نورمالمون هذه خدمه الاداره الجيش الملكي، هذا الشيء خصها تدوي عليه هي، ماشي خدمه الجمهور فقط كيدافع على الفريق. ولكن ملي كتكون شي حاجه بحال هكا، شي حاجه رسميه، خاص الاداره خصها تتدخل، لانه الحكم اللي حكم لينا واللي صفر على البيلانتي هو بوسليم كما قلت لكم في اللايف. عنده سوابق مع الجيش الملكي، لقطات مؤثره الخوت. يعني تخيلوا معايا، يعني كون سالينا بالتعادل في هذا الماتش كونتر المغرب الفاسي، فهذا الماتش خص كان عليه سالي 3-0 واكثر، زلناهم بزاف. فبيلانتي ما فيهاش، وما كانش الكونتاكت مع بن عبيد مع المهاجم ديال المغرب الفاسي، ما قاسوش تحايل، وبالعكس يعني كيستحق بطاقه صفراء. ما فهمتش انا علاش بوسليم يعني تغاضى على هذا الشيء هذا، رغم انه ما كانش بغى يمشي للفار. عيطوا ليه باش يشوف اللقطه وشافها مرارا وتكرارا، وشحال مره تيعاودوها ليه، لدرجه انه يعني خدا الوقت الكافي، لكن ما خداش القرار. يعني بقى متردد، رغم ان يعني اللقطه باينه واضحه وضوح الشمس في نهار جميل، الا انه ارتأى انه يصفر على بيلانتي ما فيهاش. والله يسمح لك ابو سليم. الحمد لله الجيش الملكي هذا الموسم وحتى الموسم اللي فات، ان كيجينا هذا الموسم مختلف على الموسم اللي فات. شخصيات البطل، كنلعبوا بعقليه الانتصار، ولكن العتاب ديالها غيكون اللاعبين. يعني ما كنهضرش على اللاعبين اللي عندهم 3 بطاقه صفراء، يعني بحال الحريمات هو كان خايف على راسو، كان غيكون شي احتجاج ولا شي حاجه يعطيه الصفراء. دونك كما قال فلان دير فيديو له مع بوخريز، كنلعب بالكتف، يعني غيديرها ولا ها يعطيه صفراء. دونك غياب ديال الحريمات اخوت كما كتعرفوا راه غياب مؤثر للغايه. اللي كان سميتو اسيستي عليه هو بن عبيد، كان عليه حتى هو يحتج، حيت هو اللي عارف مزيان شنو وقع. كنتسناو، يعني كنتمناو عفوا، يعني ما نشوفوش بحال هاد اللقطات هادو مستقبلا، ويزايروا معنا الحكام شويه لانه عيقوا بزاف. هذا بالنسبه للقطه ديال البيلانتي هادي، راه كما قلت لكم مدير التحكيم راه قال لك ما فيهاش بيلانتي. بالنسبه يعني الحاله الطبيه للاعبين، ف اللاعب حمودان يعني تعرض لإصابة لتمزق عضلي، غادي تغيبوا عن الميادين لمدة 4 أسابيع. كنتمناو ليه الشفاء العاجل. دونك بالنسبة لحمودان فالأمور يعني واضحة، يعني نهاية الموسم بالنسبة ليه. وحنايا يعني صراحة حمودان كان كنشط الجبهة اليسرى، رغم أنه يعني كيدير بزاف ديال الهفوات، الا انه صراحه كيدير خدمه نقيه في الجناح. كنتمناو ليه الشفاء العاجل. كذلك بالنسبه لاجراي حتى هو تعرض للاصابه، ولكن ما نظنش انه غادي تغيبوا حتى نهايه الموسم. دونك غادي يبقى حتى هو خيار متاح لنصر الدين النبي. زحزوح حتى هو كان تعرض لاصابه طفيفه، ولكن ماشي شي حاجه خطيره، دونك حتى هو غيكون متاح. الحمد لله غادي يلعبوا بدون مركب نقص، من غير اي تورخان. حتى هو راه يعني بدا كيرجع للتدريب الفرديه، وكيتمناو ليه حتى هو الشفاء العاجل والعوده السريعه للجروب، لاننا محتاجين ليه بزاف. خوت عرفتي كنت كنتفرج في ماتشات اللي كان فيهم اي تورخان، اصلا غير افواغ مع دابا. يعني اي تورخان راه كان كيدير واحد الخدمه كبيره، وكما كنا كنتناقشوا في اللايفات، يعني كيدير لا بريسيون على الخصم وكيمشي كيقلب على الكره. فهذا كنا كنفتقدوه في الجيش الملكي دابا حاليا، واللي كيقدر دابا اللي كيعمر عليه عمر بلاصتو شويه دابا اللي غادي مزيان حتى هو زحزوح، ولكن ماشي نفس البروفيل. وكنتمناو ليه حتى هو يرجع بسرعه مع الجروب. على حساب صحيفه لومانتان سبور كتقول لك بان اداره الجيش الملكي
كتطلب يعني يعني برمجة المباريات المتبقية يعني في توقيت واحد مع الرجاء البيضاوي، مناصفة مع الرجاء. وهذا الشيء دار العام اللي فات مع الوداد. 5 دورات الاخيره كنا كنلعبوا في نفس الوقت. ما عرفتش انا علاش هذا الموسم ما لعبناش في نفس الوقت، وهذا الشيء كي ما فيهش تكافؤ الفرص. بون هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لموضوع اخر، العربيدي، بغيت ندوي على اللاعب العربيدي. هذه فرصه ذهبيه لهذا اللاعب لانه باقي ما بينش وما خداش بلاصتو كما يجب. العربيدي عنده تو مؤهلات، ودابا مع غياب حمودان ف يعني بلاصتو غتكون ان شاء الله. لاعب سريع مهاري تيخترق، تا هو دار يعني عطى دي زاسيست في بعض الماتشات. عنده ما يقول، ولكن يعني ما دخلش في التوليفه ديال نصر الدين النبي، داكشي علاش ما تيدخلوش. المهم كنتمناو ليه تا هو يدخل ويتانتيغرا وينسجم دغيا مع الجروب، لاننا محتاجين جميع اللاعبين. حسنية اكادير عندنا مع ماتش صعيب صراحه. الحسنيه يعني هذا العام يعني هما ضعاف، ولكن في المباريات الحاسمه تغير الاسلوب ديالهم وتعطوا اقصى ما يعني في الجهد ديالهم. وكمعلومه الخوت فيعني الحسنيه يعني الاداره ديال حسنيه اكادير دخلت واحد المبلغ ديال 500 مليون سنتيم لوقف الانتصارات المتتاليه لجيش الملكي في البطوله الاحترافيه. والمعلومه على حساب صحيفه 360 سبور هما اللي لاحوها، وماشي غير هما، شحال من واحد لاحها وكشتويت عليها في اللايف. دونك على غير الفرق الاخرى حتى المغرب الفاسي تا هما راه ما كانوش مخلصين تيلعبوا معنا عاد تخلصوا. احنا ما عندناش مشكل، حنا المصير ديالنا بين يدينا، وان شاء الله كنتمناو لا فيكتوار تكون عسكريه ان شاء الله كيف العاده. بالنسبه يعني الاحصائيات يعني الكفه كتميل للجيش الملكي. فاحنا دائما كنا كنربحوهم، ولكن الغريب في الامر وحنا دائما كنا يعني السنوات الاخيره كنا كنجيبوا الرباح في اخر الدقائق، في الدقيقه 90 المعلم، فتي كتجيب واحد الطعم اخر. ونوريكم واحد الفيديو ديال 3 المباريات ضد حسنية اكادير وماركينا فيهم في اخر الدقائق. فرجه ممتعه. تسليم يسدد وتدخل قوي اذا هما 9 الانتصارات للجيش الملكي مع نصر الدين النبي، ومع الانتصار هذا ان شاء الله اللي غيكونوا 10 الانتصارات، وهذا رقم خيالي الخوت، راه ما عمرو كان في البطوله. دونك ان شاء الله الا كنا يعني حنايا يعني حامل اللقب، فغادي يكون احسن نسخه دازت في البطوله الوطنيه. شي واحد دار البطوله بهاد الارقام الخياليه. راه كما قلت لكم راه حزمه من الارقام القياسيه. لي فراد العام راه كتخلع، ما كاينش شي واحد اللي دار هادشي هذا، لا من ناحيه النقاط لا من ناحيه السجل التهديفي. بزاف يعني لا فراد العام شابو ليهم. مربوحه ان شاء الله كونتر الحسنيه، وان شاء الله ايطاب باغ ايطاب ونزيدو نكملوا بحال هكا، ولما لا نحسموا البطوله مبكرا. وهادشي كنتمناو كاملين، وان شاء الله بطوله عسكريه رقم 14 ان شاء الله.